توقيف باشا بوسكورة. الخبر اللي تأكد هو أن باشا بوسكورة رجل السلطة الأول في المنطقة تم توقيفه عن العمل وتم الإلحاق ديالو بعمالة إقليم النواصر بدون مهمة، وهذا هو أول إجراء تأديبي صريح. الجدل حول العامل، هنا كاين شويه ديال الضباب. تداولت شي اخبار باللي حتى عامل اقليم النواصر جلال بن حيون طاح او توقف، ولكن مصادر رسميه خرجات ونفت هذا الخبر بصفه قاطعه واكدت باللي العامل مازال في بلاصتو وهو اصلا اللي صدر قرار توقيف الباشا، وهذا دليل باللي الاخبار ديال توقيفه مجرد اشاعات. الملف دابا عند القضاء. القصة ما سالتش بالهدم والتوقيفات الإدارية. التقارير المفصلة على هذه المخالفات كاملة تحولات للنيابة العامة باش تبدا التحقيقات القضائية. القضاء دابا هو اللي غادي يقول كلمته الأخيرة في مسؤولية المهندسين والتقنيين، واش كانوا عارفين بالمخالفات وسكتوا؟ تحديد شبكات الفساد، واش كاين شي شبكات داخل الإدارة الترابية سهلات هذا البناء المخالف في الخفاء؟ فالسؤال اللي حير الجميع كيفاش حتى تبنى؟ أكبر علامة استفهام طرحها الرأي العام هي كيفاش هذا البناء العملاق اللي دار سنين ديال الخدمة وشافوه مسؤولين كبار وصغار ما وقفوه حتى وصل لهذا الحجم. هذه القضية اليوم ولات تدرس في تطبيق القانون، كتدل على أن الدولة عازمة باش تفرض القانون ديال التعمير على كل شيء، وكترسل رسالة قوية باللي ما كاينش اللي فوق القانون واخا يكون عنده الفلوس الكثيرة، ولكن في نفس الوقت هي كشفات على الخلل الكبير اللي كاين في المصالح ديال التعمير اللي كتخلي المخالفات تمر وتوصل للدرجة ديال الهدم النهائي. الخلاصة، الكرميلين ديال بوسكورة ولا جزء من الماضي، والملف ديالو دابا في يد العدالة اللي غتكمل الحساب مع كل واحد مسؤول على هذا الشيء. هنا كنكونوا سالين التقرير ديالنا، ولكن القصة مازال طويلة. الملف ديال الفساد والمخالفات في بوسكورة عاد غادي يبدا يسخن في المحكمة. ما تنساش الاشتراك في القناة باش توصل بكل جديد.